اهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناة اهتماماتكم. كيفكم يا جماعة وكيف اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. كيف مع الحرق؟ ان شاء الله تكونوا بخير وربنا ينصر جميع الناس اللي في خلطهم ويرجعهم لبيوتهم سالمين وامنين ان شاء الله. في حلقة الليلة دايرين نتكلم عن مسلسل ساندا اللي وقف في الحلقة 23. يا ربي ليه يعني نعرف ليه كان القصة حق المسلسل والحرب الحاسة حاصلة دي متطابقة، في تطابق يعني نسبي كده. ما أقول لك القصة كلها نفسها الحرب، في حاجات كده يعني كأنه المخرج متوقع الحرب دي. هل بجد المخرج أو المؤلف متوقع الحرب حتصل ولا عارفها ولا صدفة؟ الكلام اللي حنعرف في حلقات الليلة. مطلوب منك لايك وشير واشتراك بالقناة ونبدأ. رجعنا لكم مرة ثانية زي ما قلنا في بداية الحلقة إنه موضوع حلقتنا الليلة هو عن الكلام اللي بيتقال عن إنه مسلسل ساندا ده متطابق مع الحرب. أيوة، الحرب الحاصلة دي متطابق مع نفس القصة. فالناس بدأت تقول إنه المخرج أو المؤلف أيا كان يعني عارف إنه حرب هتحصل أو متوقعها هتحصل، فقام جسد الكلام ده كله في الأغنية والمسلسل. هل الكلام ده حقيقي ولا كذب؟ خلونا نمسك موضوع نشرح الكلام ده. غير بيقولك انه المسلسل سبب في الحرب. تمام يا جماعة، لازم تعرفوا ان الفكرة حقت المسلسل لازم تكون قاعدة قبل المسلسل بالقليل بأكثر من 7 شهور. لازم الفكرة حقت المسلسل تكون قاعدة قبل المسلسل ب7 شهور بالقليل عشان ياخذوا مساحة حق التصوير ولا المنتجة و يعني في قاعدة تكون قاعدة مع المخرج أو مع المنتج من زمن. تمام، دي البداية. 2، يعني هو أصلا ما منطق نقول إنه المخرج أو المؤلف ده عارف إنه الحرب هتحصل. تمام، عارف متوقع. تمام معاكم أنا. هل هو عارف كل التفاصيل اللي هتحصل في الحرب دي؟ عارف التفاصيل حافظها لما نيجي يشتركوا في أغنية ولا في مسلسل؟ يا جماعة منطق يا جماعة. هل الكلام ده يا جماعة ما منطق؟ فكر دايما انت يا جماعة يعني بالمنطق. الصح يقول كده. فما ممكن يا جماعة تيجي تقول لي انه المخرج او ايا كان ده الكاتب هو متوقع الحرب دي هتحصل. ليه؟ لانه المسلسل وضع الفكرة حقته من قبل عادي يكون من قبل 7 شهور. ده بالقليل، بس 7 شهور دي حقت التصوير وكده. ده غير انه بس حق التصوير. تمام، خليك من انه عادي يكون انا مخرج معاي القصه دي انا الفتها من قبل سنين، بس منتظر لي منتج اذا انا ده اتعامل معاه وخلاص. عشان كده يا جماعه شنو ما في زول يجيب له كلام، وانت كمشاهد وكباحث ما صدق اي كلام قال لك الا من مصادر موثوقه. ولحد هنا وحلقتنا بتوصل اخرها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.